عز الازمه بيظهر دايما شخص مختلف، واحيانا بيبان العبقري لما السوق كله بيقع، وده بالظبط اللي حصل مع جون تمبلتون. اهلا بيكم، انا عز الغريب، ودي حلقات انفستمنت 101. سنه 39 والدنيا كلها على وشك دخول الحرب العالميه الثانيه، تمبلتون شاب بسيط قرر ياخد قرار استثماري غريب. اشترى سهم من كل شركه امريكيه بتتباع تحت الدولار، حتى الشركات اللي كانت شبه مفلسه واللي كانوا حوالي 104 شركه. والمفاجاه بعد الحرب 100 شركه منهم الاسهم بتاعتها ارتفعت، وبعضهم وصل لاضعاف قيمتهم. من اللحظه دي بدا يتبنى مبادئ بسيطه ولكنها عبقريه. تمبلتون كان بيقول ان اكتر وقت ممكن تشتري فيه لما الناس كلها بتخاف، يعني لما السوق بينهار هو بيبدا يشتري، لان في نظره ان الفرص الحقيقيه بتتولد من الذعر وليس من الامان. تمبلتون ما كانش بيحب يمشي ورا القطيع، كان دايما بيسال محدش بيبص فين. لو الكل بيبيع هو بيشتري، ولو الكل طمعان بيبتدي يبيع. تمبلتون كان بيؤمن ان السوق دايما بيرجع، وان الصبر مفتاح الثروه. ده ما كانش بيشتري ويبيع بسرعه، ده كان بيزرع وبيستنى المحصول. جون تمبلتون بقى من انجح المستثمرين في القرن العشرين، كسب مليارات مش لانه محظوظ، لانه كان ملتزم بمبادئه. اتعلم من تمبلتون وخلي دايما عقلك هو اللي بيقودك مش عواطفك. فلو عاوز تبدا استثمارك بذكاء وتعرف ازاي تبني مبادئك، تابع الفيديوز اللي جايه.